كنا قاعدين في اللايف انا والشباب والكلام جاب بعضه، البدو، القبائل، الحضر، المدن، الحضارات، علم الانساب، كل الكلام ده بدأ ازاي؟ فلكل الناس اللي فاتها الكلمتين اللي انا قلتهم في اللايف، انا عملت فيديو علشان الكلمتين دول مهمين قوي. الكلمتين دول بخصوص المرحلة الانتقالية اللي صنعت بدو وصنعت حضر في تطور البشر للمشهد الحالي اللي احنا شايفينه. اوائل الاجداد للبشر كانوا كلهم بدو، لغايه لما جزء منهم استقر على ضفاف وادي نهر. على سبيل المثال عندك مثلا نهر النيل في مصر، نهرين دجله والفرات في العراق، وهكذا الهند والصين وغيرها من الحضارات. اما بقيه البشر اللي فضلوا زي ما هم بدو وما استقروش على ضفاف وادي اي نهر، زي مثلا البشر اللي كانوا موجودين في شبه الجزيره العربيه، في تركيا، في منغوليا وهكذا، دول فقدوا ميزه مهمه جدا، ألا وهي ميزة الاستقرار. ميزة الاستقرار دي اللي اكتسبها المصري، العراقي، الهندي، الصيني وغيرهم. ومن هنا لما البشر دول اكتسبوا صفة الاستقرار بدأوا يصنعوا قرى، والقرى بقت مدن، والمدن بقت أقاليم، والأقاليم بقت دولة. ومن هنا وفرة الغذاء، وإن الشعوب اللي مستقرة على ضفاف الأنهار شبعانة بدأت تتعلم، وبدأت إن هي تطلق لعنانها الخيال، فبالتالي صنعت الحضارة. الدول والحضارات لازم ولابد ان هو بيبقى ليها حاكم، ليها جيش، ليها حكومة، وبالتالي ليها قانون. فالشعوب الحضر اللي هم مستقرين في مكان معين كان بيحميهم القانون، فبالتالي هم مكتسبين اهم حاجة البشري بيحتاجها، ألا وهي الأمان. على الناحية التانية البشر البدو خسرانين الأمان، ودايما شعور الخوف كان محاوطهم. ليه؟ لان مفيش استقرار. مفيش استقرار يعني مفيش دولة، ومفيش دولة يعني مفيش قانون، وبالتالي مفيش امان. فمصدر الامان الوحيد اللي كان بيكتسبه البدوي هو عيلته او قبيلته. فنلاحظ ان الحضر كانوا عائلات مستقرين، اغلب الوقت متحدين، ومفيش ما بينهم اي صراعات ولا نزاعات. ولكن كل التجمعات البدوية كونت قبائل، كل قبيلة هي نفس العيلة. مصدر الامان بالنسبة لهم هم ذات نفسهم، هم في بعض كده مصدر امان ليهم. فمعاناة خسارة الامان ولدت علم الانساب، وعلم الانساب هو اللي يحافظ على صلابة القبيلة، وان هم عارفين مين ابو مين ومين جد مين، عكس الحضري اللي هو مش مهتم ومش مضطر ان هو يعرف. بنلاقي الحضر المستقرين على ضفاف الانهار مكونين حضارات، والحضارات عملت جيوش قوية جدا وكونت امبراطوريات. ولكن عدم استقرار البدو وقبليتهم خلت القبائل تضرب في بعض، كل قبيلة تغير على التانية، تعداد الرجالة بتاعتهم في النازل كلهم بيخلصوا على بعض، لغاية لما بيجي المخلص ده هو اللي بيوحد كل القبائل المتنازعة والمتنحرة علشان يعملوا قوة عظمى. على سبيل المثال جنكيز خان في منغوليا اللي وحد القبائل البدوية اللي عايشة في الجبل واللي غرقانة في التلج، عايشين أصعب عيشة، وعمرهم ما كانوا بيتواصلوا مع بعض، ولا عمر القبائل المغولية دي كانت بتطيق بعض اصلا. وحدهم وعمل امبراطوريه من اكبر الامبراطوريات في التاريخ. وعلى سبيل المثال برضه سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام وحد العرب بعد ما كانوا متنازعين متقاتلين متناحرين، وعمل بيهم الدوله الاسلاميه اللي طلعت هزمت اكبر امبراطوريتين في العالم اللي هم كانوا الفرس والروم. ولكن عاجلا ام اجلا البدو لسه القبليه بتفضل فيهم، فبمجرد موت القائد وموت القادة الأقوياء من بعده، ويجي بس قائد بس أي كلام ليس إلا على طول بيفضلوا يرجعوا يتناحروا ويتنازعوا مع بعض تاني، والدولة أو الإمبراطورية القوية اللي هم كونوها باتحادهم بترجع تتقسم وتتفتت من أول وجديد، ونرجع لنقطة الصفر. طب عايزين ندي مثال من العصر الحديث. أفضل مثال من العصر الحديث هي دول الخليج، وعلى الأخص محمد بن سلمان. ليه؟ لأن محمد بن سلمان على سبيل المثال بيقضي تماما على القبلية، بيبص في شعب المواطنة. مفيش حاجة اسمها أنا ابن فلان ولا ابن علان ولا من القبيلة الفلانية، لأ، انت سعودي، يعني البدوي اللي في البر ده سعودي، اللي في الحجاز ده سعودي، ايا كان انت سعودي. جمع الاهداف وخلى بدل ما الاهداف تبقى مشتتة يبقى هو هدف سامي واحد، ألا وهو مصلحة الدولة. وبرضه الإمارات عملت كده، عمان عملت كده، قطر عملت كده، ولكن أبرز مثال هو محمد بن سلمان. فالقبلية أصلا مبنية على أساس الخوف، مبنية على أساس عدم الأمان. فلما يجي مثلا ملك أو رئيس دولة يبص في نفس الشعب إن انتوا خلاص لازم تاخدوا على القبلية دي، ولازم ان تبقى مصلحتكم واحدة، ولازم ان اللي يحدفك بالطوبة تروح تشتكي مش تطلع سلاح وتخربقه، فبالتالي بنوصل ان يبقى فيه تحضر، يبقى فيه مواطنة بس. ودي قصة تطور الانسان حضري وبدوي وهكذا. وكان معكم حراس كابتن مسلم، ويلا اقعدوا بالعافية.